عمرك كنتي بوحدك في المدرسة من بعد ما خرجوا التلاميذ كاملين؟ الممرات خاويين، الضو شاعل بنص قوة، وكل خطوة كتسمع الصدى ديالها. دابا تخيل معايا انك دخلتي للحمام، وقفتي قدام الباب الثالث، ودقيتي في الباب 3 د المرات وقلتي هانا كوسان، واش كاينه؟ وفجأة جاك صوت ديال واحد البنت اللي صغيرة من الداخل كتقول لك اه انا هنا. هاد القصة ماشي غير حكاية عادية، بل وحدة من أشهر وأخطر الأساطير المرعبة في اليابان. أسطورة خلت آلاف التلاميذ يخافوا يدخلوا الحمامات المدرسية بوحدهم، وحتى اليوم مازال كاينين الناس كيقسموا أنهم سمعوا صوتها وشافوها بعينيهم. فشكون هي هانا كوسان؟ واش كانت طفلة حقيقية ولا مجرد خرافة خرجت من خيال الأطفال؟ وعلاش بالضبط الحمام المدرسي هو المكان اللي كتظهر فيه؟ اليوم غادي ندخلوا لعالم الرعب الياباني ونكتشفوا القصة كاملة. فقبل ما نبداو، الى كنتو اول مره تشوفوا هذه القناه لا تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. اذا كتعجبكم هذا المحتوى شوفوا في القناه ديالي، ما تنساوش لايك وكومنتير زوين بحالكم باش نزيد نتشجع ويوصلكم اي جديد. القصة كتقول أن هاناكو كانت طفلة صغيرة كتقرا في واحد المدرسة في اليابان، ولكن كاينين بزاف ديال الروايات على الطريقة اللي ماتت بها. الرواية الأولى كتقول أنها كانت كتستخبى في الحمام في الحرب العالمية الثانية ملي بدا القصف على المدرسة، وهي مخبية طاحت قنبلة على المبنى ومات تماك. رواية واحدة أخرى كتقول أنها تعرضت للتنمر من طرف التلاميذ، وكانت كتقضي وقتها في الحمام باش تبعد عليهم حتى وقع عليها حادث مأساوي وماتت. وكاين حتى اللي كيقول انها تعرضت لجريمه قتل داخل المدرسه، ولكن الحقيقه حتى واحد ما عارف شنو وقع بالضبط. ولكن الحاجه اللي متفقين عليها هي ان روح هاناكو ما غدراتش المدرسه. يقولوا الا كنتي في المدرسه بوحدك ومشيتي للحمام ديال البنات في الطابق الثالث، وقفتي قدام الباب الثالث، خاصك تدق الباب 3 ديال المرات، ومن بعد كتقولي هاناكو-سان واش كاينه؟ إذا كانت موجودة غادي تسمعي صوت طفلة صغيرة كتجاوب أنا هنا. ومن بعد هنا كتختلف الروايات. كاين اللي كيقول أن الباب كيتحل بشوية كتبان يد صغيرة، وكاين اللي كيقول أنها كتخرج بوجه شاحب وعينين غراب. أما الرواية الأكثر رعب كتقول أن أي واحد كيشوفها كيتعرض لمصيبة كبيرة وكيختفي بشكل اللي غامض. حسب أغلب الروايات اليابانية، هاناكو كتكون طفلة صغيرة، شعرها قصير، لابسة تنورة حمراء وفستان حمر، الوجه ديالها شاحب بزاف، وعندها نظرة باردة كتخليك تحس بالخوف حتى قبل ما تهدر. بعض الناس كيقولوا أنها كتبان عادية في الأول، ولكن ملي كتقرب ليك كتولي الملامح ديالها مخيفة بواحد الشكل اللي مرعب بزاف. في الثمانينات والتسعينات الأطفال اليابانيين بداو كينشروا القصة بيناتهم، كل مدرسة كانت عندها نسخة خاصة ديال الأسطورة. بعض المدارس كيقولوا أن هاناكو في الطابق الأول، مدارس أخرى كيقولوا أنها في الطابق الثالث، وكاين حتى اللي كيقول أنها كتبدل المكان ديالها من مدرسة لمدرسة. مع الوقت ولات هاناكو أشهر شبح مدرسي في اليابان كامل. ودابا نخليكم مع التجارب ديال اليابانيين. بزاف ديال التلاميذ كيحكيو قصص غريبه. واحد قال انه دق الباب وما جاوب حتى شي حد، ولكن ملي دار باش يخرج بحالو سمع ضحكه ديال الطفله جايه من موراه. وحده اخرى قالت انها كانت في الحمام وسمعت صوت خطوات صغيره كتدور حول البيبان ديال الحمام، مع ان الحمام كان خاوي. كاينين اللي كيقسموا انهم شافوا ظل الطفله واقفه في اخر الممر قبل ما تختفي. طبعا ما كاين حتى دليل علمي على هذه القصص، ولكن زاد شهرة الاسطوره. الغريب هو ان هاناكو ماشي دايما شريره. في بعض الروايات كتكون مجرد روح طفله وحيده كتجاوب الناس ولكن ما كدير لهم والو. اما في بعض الروايات الاخرى فهي خطيره بزاف، واي واحد كيزعجها اولا كيستهزئ بها كيوقع عليه شي حاجه اللي خايبه. هذا التناقض خلى الناس يحتاروا واش هاناكو ضحيه ولا روح انتقاميه. بسبب الشهرة الكبيرة ديالها ظهرت هاناكو في بزاف ديال الافلام والقصص اليابانية، وحتى الانميات استعملت الشخصية ديالها بطرق مختلفة. اشهر مثال هو تويليت باند هاناكو كوكون اللي عطى نسخة مختلفة على الأسطورة وخلاها معروفة عند الناس في العالم كامل. دابا إلا كنتي في مدرسة يابانية وبقيتي بوحدك في العشية، مشيتي للحمام وقفتي قدام الباب الثالث،
واش غادي تكون عندك الشجاعة تطق داك الباب 3 ديال المرات وتعيط هاناكو-سان واش انتي كاينة؟ يمكن ما يوقع والو، ويمكن تسمعي صوت ديال طفلة صغيرة كتجاوبك من الجهة الأخرى أنا هنا. ومن ديك اللحظة يمكن ما تنساش هاد الصوت طوال حياتك. هنا عندي واحد الملاحظة صغيرة للناس اللي كيتابعوني الصغار اللي يقدروا يتيقوا هاد القصة. احنا في الدين ديالنا الإسلامي هادشي ديال الروح الأرواح وداكشي ما كنآمنوش به. داكشي باش هاناكو-سان مجرد أسطورة شعبية يابانية وما كاينش دليل حقيقي كيأكد الوجود ديالها، ولكن القصة بقات من أشهر قصص الرعب المدرسية في اليابان. عليها قررت نجي نعاودها لكم وتستمتعوا نتوما كتسمعوا ليها وكتعرفوا هاد الأسطورة اليابانية.